الله يعاونك شريه. اذا انت نطالبوا ان الدوله باش تدخل، لان باش يوصلوا بهم الوقاحه يوقفوا علينا احنا كصحفيين هنايا. ربما هذا الشيء فات الفوت. وثقت كاميرا منابر إعلامية وطنية أغرب طريقة تسول في المغرب بمنطقة الفقيه بن صالح، حيث لجأ من خلالها بعض الأشخاص إلى الوقوف في جنبات الطريق وحمل رايات بيضاء كتب عليها: أيها المحسنون قفوا من أجل المساعدة في بناء مسجد. فيما كان شخص ثالث يقف بالقرب من سيارة نقل مزدوج على كرسي وطاولة ويقوم باستخلاص المبالغ التي تم الحصول عليها من طرف حامل الرايات البيضاء، في مشهد قال النشطاء عنه أنه مريب. هذا ويمكن ملاحظة أن الطريق التي اختارها حامل الرايات هي طريق بها أشغال، وبالتالي فإن السيارات التي تمر من هناك تمر ببطء. من جانبهم فقد استنكر النشطاء العرقلة التي قام بها المتسولون حامل الرايات، معتبرين أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في حوادث سير لا قدر الله، بالإضافة إلى إزعاج مستعملي الطريق. في حين قال آخرون أن النصابة أصبحوا يلتجئون إلى مثل هذه الحيل من أجل النصب على المواطنين ذوي النيات الحسنة، حيث أصبحت مهنة التسول مهنة مربحة، وذلك ما كشف عنه روبورتاج قناة دوزام، والتي قام من خلالها صحفي من القناة الثانية بتقمص دور متسول، واستطاع استخلاص مبالغ كبيرة قدرت ب800 درهم في اليوم، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة ما يحصل عليه العامل والمستخدم والموظف الصغير والمتوسط. تعرفها مجموعة ديال الطرقان، كل شيء كنشوفوه بانه ولا كيتقرب الله بواحد الطريقه غريبه. هنا حنا جيت لربعه القيه بن صالح كنتفاجئوا بجوج ديال الناس هازين الرايات بويض وكاتبين فيها وقفوا يا المحسنين، حنا كنبنيو بيت الله. هو في الحقيقه كتشوفهم هما بجوج والامير بالصرف ها هو فين جالس، هذا هو لو باترون، هذا غير تيجمع الحصيصه تما. شتيه فين جالس؟ عندك يكونوا شافونا في اللايف شفتو محركوا بعض الحركات بالزربه، هو تيقول لهم وقفوا الناس في الطريق، وقفوهم قولوا لهم راه بغينا نبنيو المسجد، راه حنا تنقلبوا على المحسنين، وهي بيني وبينكم هادشي تولات واحد الظاهره خطيره كتعيشها البلاد. يا فين وصلنا؟ هاهما جالسين تما، هاهما مريحين، هو تيقول لهم هو وقفوا الحديد، هو تيعطيهم التعليمات كتجي من الباترون ديالهم. هو هذا هو غادي واحد يشد اليمين واحد يشد اليسار، وغادي يبداو يوقفوا في الناس ويقول لهم وقفوا، حنا بغينا نبنيو المسجد. ما عرفتك ما عاقوا بينا، شتا هو عيط له الباترون ديالو قال له اجي بغيتك في جيتي مع اجي. ها هما بقى واحد حاضي الطريق، وهذا هو جالس هو عطاه الحصيصه اللي جاب الله، ولكن ضرب يدو قال له والو هادشي قلال. اذا هنايا اش كاتبين تما؟ كاتبين مسجد الله. واش بان لك الاوقاف والشؤون الاسلاميه؟ لا لا لا، الله يبقى في التقار، والبيت ديالو تبقى في التقار، والدار ديالو تبقى في التقار. بيت الله هذاك كلشي نقدروا نطاولوا عليه الا بيت الله. شوف هذا ها هو تصافط معاه عطاه الحصيصه، غادي عاوتاني يرجع. ايوا القضيه الله يجيب التيسير. ها هو غادي يوقف هكا وتيمشي في الريح باش كتبان ديك مسجد. باش تبنى واش بصح تيتبنى شي جامع؟ واش وصلت بينا الوقاحه حنا بدنا نسعاو في الطرقان باش نبنيو مسجد ديال الله والبيران تنحدقوا عندهم؟ واش وصلت بينا الوقاحه اننا حسبي الله ونعم الوكيل؟ اسيدي الدين تيتبرأ من هذا التخربيق. شوف كي دار هو المول الموتور ديك السير على بركه الله، قال لهم شحال تما هي في هاد اليد اللي من هنا، هاد اليد اللي من هنا راه مسدوده، هاد اليد اللي من هنا راه مسدوده، غادي بيها وغادي يحل هذاك الجوال الازرق، وهنا غادي يحشيه. سير على الله. ها واحد مول الكاسكيطه خرج ربما غيتبدلوا الفوقيات. نايض النشاط بدا والرحمه بدات، لان مساكن غادي يتيقوا شحال من واحد بينا بيت الله ما كاينش هنا. لا شي المخير المقرد في ولاد الفقيه بن صالح في الطاليان يبني اكبر مسجد في الجهه حشومه. مشى عاوتاني عند واحد اخر، مشى جري.
الموتور وقف هنا عندهم، القضيه راه عندهم جمامهم 3 د المطر دابا وقفوا. ها هو رجع مع الشهريار. زيد سيدي، ها هو انه زيدان يا الهي شخشوخ المغربي، انها كتاكيت ابو حمزه، كتاكيت ابو حمزه، كتاكيت ابو حمزه. الله الله اكبر. هو غادي يجبد الزرق وغادي يدخلها تما. شوف لي بشحال تما. شنو بغيتي؟ هذا جا عندي هنا نيشان، هذا جاي هنا عندي نيشان. عليكم السلام. ثانيه فهمتي الدراري؟ شنو تصور فينا شكون انت شريف؟ شكون انت؟ هذا رئيس الجمعيه جاي عندي وغادي يهاجمني في طوموبيلتي. شوف اجي المغاربه غادي مسموح نسجل لك في وجهك. الله يعاونك شريه. اذا انت نطالبوا ان الدوله باش تدخل، لان باش يوصلوا بهم الوقاحه يوقفوا علينا احنا كصحفيين هنايا. ربما هذا الشيء فات الفوت هنايا. اذا غادي نغادروا وغادي نقول لك اسمع ولدي، اذا فما عليكم. هنا غادي يشوفوا حركه اخواني غير هنا العصابه غادي توصل وغادي تهدد طاقم شوف تيفي. وبالسلام عليكم. ووصلت الرساله، وصلت الرساله، وصلت الرساله يا ساده، وصلت الرساله يا ساده. ناري كي جا عندي تيتحرك، لان قلت لكم راه عصابه هادي. هاهما عرفتي كي دار ليا ولا يا ونحن هذا. شوف برنامج هادو تقارير. شوف تيفي مرآة للواقع. شوف تيفي حنا مرايه ديال اش تيوقع. انا عشت معكم غادي نحاولوا نرجعوا لي انا الطريق ما خرجانيش، وهو راه صافي هددنا ضرب الجاج. لا يعني ضرب الجاج ماشي. حنا غادي نمشي لان ما عندنا كي نديروا نخرجوا. ها هو غادي نجوما غادي نحاولوا هنا غادي نودعوا هنايا ضرب الجاج. هنايا جا عندي قال لك هو رئيس الجمعيه. ها هو رئيس الجمعيه. العصابه هنا اخواني، هنا هذه العصابه. ها هما غادي نقول لهم باي باي. طيب واخيرا وصلت رسالتكم، وصلت الرساله بنجاح، وصلت الرساله بنجاح.